خطف دكتور عراقي في قلب مصر، جريمة غريبة حصلت في واضح النهار قدام كل الناس وفي وسط الزحمة. لكن الصدمة مش في الخطف نفسه، الصدمة ان اللي انقذه ما كانش ظابط ولا كان بطل اكشن في فيلم، اللي انقذه كان سواق اوبر مصري بس قلبه كان اقوى من اي عصابة. في لحظة واحدة قلب جريمة ولحظة خطف للحظة انقاذ، وانقذ حياة دكتور وعيلته كانوا هيموتوا حرفيا. ايه اللي حصل وازاي قدر سواق واحد يقف قدام 3 مسلحين؟ الحكاية دي مش من الخيال، دي بطولة حقيقية حصلت في شوارع مصر. بطولة سواق أوبر كتب اسمه بحروف من الذهب في دفتر الرجولة والشهامة. من ساعات تصدر اسم أحمد الدبيكي سائق أوبر السوشيال ميديا بسبب الموقف البطولي إنه أنقذ أسرة كاملة عراقية حرفيا كانوا هيموتوا في لحظة. واللي حصل كان أشبه بمشهد من فيلم أكشن، بس المرة دي على أرض الواقع. القصة بدأت لما سواق أوبر كان ماشي عادي جدا في طريقه، وفجأة وقف له 3 رجالة وقالوا له إنهم من النيابة وعايزين يركبوا معاه عشان يجيبوا متهم قريب من المكان. واحد فيهم طلع له كارنيه مكتوب عليه فعلا إنه شغال في النيابة، فالسواق صدقهم وما شكش لحظة واحدة. وبعد شوية الرجالة دول قرروا إنهم يقفوا عند عربية فيها دكتور عراقي، وكان جوه العربية أمه وأبوه كمان، وبدأوا يخبطوا على العربية بطريقة مرعبة وفتحوا الباب بالقوة وسحبوا الدكتور بالعافية. والسواق واقف مذهول مش فاهم ايه اللي بيحصل. نزل واحد من الرجالة بالعافية وبدأ يزعق ويشد الدكتور من عربيته بالقوة. حاول الأب والأم يمنعوه بس مفيش فايدة، خدوه بالعافية وحطوه في عربية الأوبر. وفي نفس اللحظة نزل الشخص الثالث من العصابة وخد والدة ووالد الدكتور من عربيتهم بالعافية وساق هو العربية ومشي بيهم. الموقف كله كان مرعب، والسواق حس ان في مصيبة بتحصل قدامه. واول ما ابتدى يتحرك السواق بيهم بدأوا يضربوا في الراجل العراقي جوه العربية كأنهم بيجبروه يسلموه حاجة كانت معاه. وهنا ظهر البطل الحقيقي. سواق الأوبر خد قرار في ثانية واحدة، لف العربية بسرعة جنونية ناحية أول كمين شرطة قبله، قفل الأبواب عليهم ونزل يجري للظابط وهو بيصرخ: الحقونا يا باشا، في واحد مخطوف في العربية. المشهد كان مأساوي لكن النهاية كانت بطولية. الكمين اتحرك فورا والضباط اتعاملوا بسرعة خرافية والمجرمين حاولوا يهربوا، بس قبل ما يجروا السواق نفسه جري ورا واحد منهم بكل شجاعة ومسكه بإيده وسلمه للشرطة. ومش بس كده، ده كمان دل الشرطة على العربية التانية اللي كان فيها أهل الدكتور العراقي، واللي اتضح إنهم كانوا كمان مخطوفين. سواق الأوبر فضل معاهم في القسم يومين كاملين، مرجعش بيته ولا راح شغله ولا حتى بص على عربيته اللي اتكسرت. كل همه كان يتأكد إن العيلة العراقية بخير واتفتح فيهم تحقيق رسمي.